ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا الكرام، عيدكم مبارك سعيد. هلا الله علينا وعليكم باليمن والبركات. وفي مقال عنونته جريدة لو ماروك انتليجنت، الجريدة الفرنسية اللي كيعرف الجميع ولائها وعلى أنها صوت المخابرات الفرنسية في قراءتها للعلاقات المغربية الإيرانية وخروج الوزير الخارجية الإيراني في رغبته بإرجاع العلاقات السياسية مع مصر ومع المغرب. موضوع تطرقت لي هذه الصحيفة هذه كما تطرقت إليه الجريدة المغربية جريدة إكسبريس، وأعطوا إشارة على أن المغرب يفرض شروط إن أرادت إيران إرجاع العلاقة إلى مجاريها. أول هذه الشروط هو أن ترفع إيران اليد عن دعم مرتزقة البوليساريو خصوصا، وأن حزب الله الجناح اليميني والجناح المؤيد لإيران من داخل لبنان يدرب ويعلم المرتزقة أبجديات العمل تحت الخنادق وحفر الخنادق، وكذلك على استعمال الدرون الإيراني. هذا الشيء فطنت ليه المخابرات المغربية منذ سنة 2018، وكذلك منذ توالي تسليط الضوء على هذه القضية، حيث أبانت إيران عن دعمها لمرتزقة البوليساريو ماديا ولوجستيكيا من خلال العتاد العسكري عبر الوساطة الجزائرية، وكذلك من خلال الدعم المادي في سبيل نشر التشيع ونشر الفكر الشيعي من داخل المخيمات. وقد أفلحت في ذلك، بحيث أن إيران تعتبر الصحراء المغربية واحد لو بيبينيير من أجل زرع أفكارها التشيعية، وكذلك من أجل بسط هيمنتها على تلك المناطق، خصوصا في ظل ما تعرفه القضية من نزاع مشتعل بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث أن إيران تلعب في المياه العكرة وتعطي إشارة على أنها ضد مساعي المغرب في فرض حكم ذاتي قوامه السيادة المغربية على الصحراء المغربية. فالبديهي جدا على أن المغرب يفرض هكذا شروط، أولها الاعتراف بمغربية الصحراء، وكذلك التوقيف عن دعم جبهة البوليساريو، بحيث أن المغرب فرض على جميع الدول التي سعت فيما مضى على دعم هذه الجبهة الوهمية من إسبانيا، من كوبا، من سويسرا، من البرتغال، من ألمانيا، ومن العديد من الدول أن ترفع اليد، لأنها تساهم في نشر ثقافة التهريب وثقافة الاسترزاق على الإعانات الدولية لما تعرفه مخيمات الشتات ومخيمات الذل والهوان من استفحال هذه الظاهرة، خصوصا وأن المرتزقة الساهرين على توزيع المعونات الدولية يفعلون فيها ما يشاء. والدليل على ذلك على أن الأسواق الموريتانية والأسواق المجاورة تباع فيها تلك المنتوجات بأثمنة بخسة، بأثمنة تضرب فيها مصالح ومنافع الصحراويين المعتجزين الذين نهنئهم بحلول عيد الأضحى المبارك من داخل مخيمات الذل والهوان، داخل المخيمات التي تغيب فيها أبسط شروط الحياة، شروط الحرية والتنقل وشروط الاستمتاع بالحياة كأي مواطن. إذا الموضوع الأول هو رغبة إيران في إرجاع العلاقة إلى مجاريها، وفرض المغرب شرطين أساسيين، هو الاعتراف بمغربية الصحراء، وكذلك رفع اليد عن دعم جبهة البوليساريو، وكذلك الخروج بقرار نهائي من أجل إرجاع هذه العلاقة إلى مجاريها. كذلك الموضوع الثاني والذي أثار ضجة من داخل وسائل قنوات التواصل الاجتماعي المتعلق بالاحتجاجات التي طالت الشوارع الباريسية والشوارع الفرنسية تضامنا مع الشاب القاصر، الشاب الجزائري الذي تم قتله برصاص شرطي فرنسي، والذي لا يتعدى عمره 17، ما أثار حفيظة الفرنسيين والجزائريين والذين خرجوا إلى الشوارع تعبيرا منهم عن رفضهم وتعبيرا منهم عما وصلت إليه الأوضاع في فرنسا عقب الانتفاضات لأصحاب الستر الصفراء وإشكال التقاعد والعديد من الأزمات الاجتماعية التي اتسم بها حكم ماكرون بالفشل وبنوع من الاضطراب الاقتصادي والاضطراب السياسي والاضطراب الاجتماعي، بمعنى أن
أبشع اللحظات التي يعيشها الفرنسيون والتي عاشوها منذ أن كانت جمهورية هي فترة ماكرون، بين قطيعة مع المغرب، بين اقتصاد منهار، بين سياسة اجتماعية فرضت على الفرنسيين أن ينشغلوا حتى سن الخامسة والستون، وبين قمع واضطهاد وتعنيف وعنصرية للمهاجرين المغاربة، سواء المغاربة أو الجزائريين على حد سواء. وهذا ما أعطى إشارة على أن فرنسا بدت في توجهها العنصري القاضي بترحيل الجزائريين وبترحيل المغاربة الذين لا يتماشون مع هوى ماكرون ومع سياسته الخبيثة الداعية إلى زرع الفكر البراغماتي والتبعية الاقتصادية التي أكل الدهر عليها وشرب. لا يريد أن تكون المغرب دولة مستقلة بكيانها بقرارها، ولا يريد أن تكون الجزائر دولة مستقلة بآرائها. دائما يريد أن يعيش على الأطلال وأن يعيش على مخلفات الاستعمار. اليوم نحن في الألفية الثالثة، وجب أن نقول كلمتنا والمتعلقة بضرورة احترام الرأي والرأي الآخر، واحترام المواطن الفرنسي سواء كانت ذو جنسية مغربية أو جنسية جزائرية. ما عرفته الشوارع الفرنسية من احتجاجات ومن انتفاضات ومن حرق وحرق بخسائر مادية. أتحدث هنا ديماغازان، السيارات التي كانت مركونة على الشوارع، الأسواق، لي غون سيرفاس، كلها خسائر مادية تكبدت السلطات الفرنسية هذه الخسائر لا لشيء سوى لتطبيق الفكر الماكروني الداعي بتقييد وبتعنيف المهاجرين الجزائريين والمهاجرين المغاربة، أخذا بعين الاعتبار حساسية العلاقة بين المغرب والجزائر، وكذلك حساسية العلاقة الفرنسية الجزائرية الفرنسية المغربية في ظل دبلوماسية العبث التي ينهجها ماكرون، ودبلوماسية البراغماتيه، دبلوماسيه المصلحه. اذا غادي نعطيكم واحد الفيديو غادي تشوفوه ما وصلت اليه بعد مصرع او بعد 24 شرطي اصيبوا باصابات بالغه، وكذلك حريق العديد من المحلات التجاريه، وكذلك اعتقالات في صفوف المتظاهرين، وإعلان عن لحظة استنفار قصوى من داخل مدينة باريس نظرا لتوافد المحتجين ولتزايد نسبة المتظاهرين التي جابت شوارع باريس، والتي أعطت إشارة عن رفضهم لما تنهجه سياسة ماكرون من قمع وتضييق ومن مصلحة سياسية لا لشيء في إطار تصفية حسابات سياسية راح ضحيتها هذا الشاب وهذا القاصر الجزائري. غادي نخلي لكم فيديو على أساس مناقشة معكم موضوع آخر. والمتعلق بالسويد عقب حرقها للقرآن الكريم، والموقف الرجولي، الموقف الثابت، الموقف الذي عبر عنه المغرب في أكثر ما من مرة عن أن المساس بالمقدسات والمساس بالشعائر الدينية وبالتوجه الديني لا يمكن تجاوزه، بحيث عبر المغرب عبر جلالة الملك باستفسار مرسول للقائم بالأعمال السويدية وبعث رسالة للسفير المغربي بالسويد قصد الحضور وقصد العودة لأرض الوطن في تصرف يعبر أو تعبر منه المملكة المغربية لا لشيء سوى لنصرة الإسلام، ولأن لا شيء سوى لأن القرآن الكريم هو دستورنا وهو كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون بمثابة دستور وجب علينا اتباعه، وجب علينا احترامه. قد نختلف سياسيا، قد نختلف عقائديا، إلا أن الاحترام وجب. وحرق القرآن الكريم يعطي إشارة من دولة السويد على حقدها الدفين وعنصريتها الشوفينية إزاء الإسلام والمسلمين، بحيث عرفت العديد من الدول انتفاضات وخرجات تندد بهذا الفعل الإجرامي، الفعل الدنيء الذي قامت به السلطة السويدية. ولعل أبرزها ما حصل بدولة العراق الشريفة التي أعطت إشارة للعالم على أن الإسلام له رجال، وعلى أن الإسلام مهما اختلفنا يبقى الإسلام ليجمعنا، ولغيرة المسلمين على إسلام وعلى دينهم
خروجهم للشوارع تعبيرا منهم وتنديدا منهم لهذا السلوك الإجرامي، السلوك اللا أخلاقي الذي خرجت به دولة السويد. تحياتي لكم، على أمل لقيكم في موضوع آخر وبحلقة جديدة بموضوع جديد. لا تبخلوا بضغط زر لايك والإعجاب حتى يصلكم كل جديد، وحتى تستمر هذه القناة بنشر الخبر وبمناقشة كل ما يأتي من قنوات التواصل الاجتماعي من أخبار جديدة.